نقعد يسولف لك ملحنا يا جرحنا، اللي اخذ دمعاتنا وطار صبحنا يا جرحنا. وين ما نقعد يسولف لك ملحنا يا جرحنا، الليل اخذ دمعاتنا وطار لصبحنا. زينب ويا رقية ودرب الشام والوقفات والموت حيرتني وحيرة الاشتاق حيرة. للدفاع للوطن والمقدسات لولا كما كنا من علم فاهمين، وما كان أستاذ يعلم وطالب يقرأ، وما كان علم يورثه، ولا فرح يأتي. رحلت لكنك لا زلت حاضرا بينا، أنت حاضرا في القلوب وأمام الأعين منذ رحيلك وحتى هذه اللحظة. لم نعرف شيء اسمه نسيان أبدا، بل لا زلت حي بيننا حاضر. النار إنها قضية استذكار، إنها قضية دمار أحلت بأبناء المحمودية بأكملها. ستبقى خالد بيننا مهما ابتعدت، مهما دارت بك القيم، مهما تواصلت بعيدا. كاظم رحمك الله ذهبت عن هذه الدنيا، لكنك لا زلت في قلوبنا حاضر، في قلوبنا لا زلت، وفي ليلنا متواجد، وفي يومنا متواجد، وفي يومنا نتكلم، وفي يومنا نكون لولاك لولا شهداء. كان يبكي أول ما يطب الحضرة تحسين، كان شوية يحكي بس وقت المواقف يترس العين. باكر كان يبكي أول ما يطب الحضرة تحسين. كاظم مرزا وللشهداء العراقيين جميعا. الآن الحاضرين السامعين أنا وأنتم. مساء الخير احبتي المشاهدين. بدعوه من الكابتن حسين عويد في ملعب اسود الرافدين حضرنا بطوله الشهيد خضر. طبعا هذه الدعوه احنا نشرف بها، وايضا تواجد الاستاذ علي نجم الكلابي اللي عودنا دائما حضوره في المحافل الرياضيه، راح يحدثنا عن هذه الدعوه وعن هذه البطوله الفئات العمريه. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لدعمكم المتواصل استاذ عمارة. الحقيقه حضرنا اليوم بطوله ملعب اسود الرافدين بدعوه من الاستاذ كابتن حسين عويد، بطوله الشهيد خضر كاظم، وان شاء الله احنا من الداعمين للرياضه مثل ما تعرف ان شاء الله. وعندنا كثير من البطولات في قبائل المحموديه، سوينا بطوله من درع من ذهب،
والفائز الثاني درع فضة على ملعب النخبة. وإن شاء الله احنا من داعمين للرياضة في القضاء إن شاء الله. أستاذ علي نجم، طبعا أنا حضرت الاحتفال الجميل والتكريم اللي قدمته لرواد وأساطير المحمودية. احنا نشد على إيدك وإن شاء الله نشوف بعد المبادرات القادمة من حضرتك يعني. والله ان شاء الله اكيد كابتن انت من اساطير الرواد ان شاء الله في القضاء، وان شاء الله كثير مبادرات ان شاء الله للرواد وللشباب والفئات العمريه كلها ان شاء الله. انا اشكرك كابتن استاذ علي، وان شاء الله نتمنى لك التوفيق ودائما متالق ان شاء الله. ان شاء الله، جزيل الشكر لكم، جزيل الشكر. شكرا استاذ علي. اليوم احنا فرحين جدا بدعوه من الكابتن حسين عويد لبطوله المرحوم خضر، وايضا طبعا في ملعب اسود الرافدين لبطوله الفئات العمريه. راح يحدثنا عن هذه البطوله وعن الفرق اللي شاركت. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء نرحب بك استاذ فلاح واشكرك على حضورك، والله العظيم جيتك شرف الي حقيقه يعني صراحه. الله يخليك، الله يعزك. بطوله الشهيد البطل صاحبي وصديقي خضر كاظم عبد مرزه استشهد احدى العمليات في الموصل. نعرف احنا جيوشنا قدموا كل شيء من اجل هذا الوطن، وهذا الشيء والله العظيم انا احسه شيء بسيط حقيقه. يعني احنا اليوم احنا مسوين يعني يقولون من تواضع لله رفعه. نبي الله سليمان يملك الارض وتبسم النمله. احنا اليوم صورنا بتليفون ايفون وتصميم تليفون هواوي، الله شاهد علي. وهاي جاي اشوف العالم اليوم اللي جت الحمد لله والشكر، واللي جو الرياضيين على رئيسهم الرياضي الاستاذ علي نجم، والحمد لله والشكر. واحنا نشكر كل اللي حضروا وكل اللي قبلوا دعوتنا حقيقه يعني، ونعذر اللي ما جو حقيقه يعني هم توصلوا وين ناس يعني عندهم ظروف حقيقه. كابتن حسين احنا نشكرك على هذا المهرجان الحلو بحق الشهيد البطل، ويستحقها طبعا، اقل ما تقدمونه لهم، فهم ابطال دافعوا عن الوطن، وان شاء الله نتمنى البطوله تكون ناجحه بكل مقاييسها. ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تعالى بوجودكم وبوجود الموجودين ووجود الرياضيين ان شاء الله. ولا كل من يعمل هنا في أوديم السابع السود الرافدين، سواء كانت على مستوى التنظيم او على مستوى قياده المباراه. هذه كرة الصين لا سريعة فيها توصل يا عيني، هذا مر الله. هي حلوة بالأولى اوكي، لكن لو تفضل بنيكون تقدم شوية وصلنا عليها باللعبة. الكرة الصين لا سريعة توصل ثم انتظار وصول عليها بعد ذلك للأمام. اللون السماوي لا بال زال على مستوى الجو، هكذا هي حبيبة، ولكن مو معقولة السلام تصيب عليها عبد العماد. فضل التمرير وصلت على مستوى الجولي وفرصة الأرضية. برافو بالنقطة الأخيرة لا زالت حاضر عن طريق الكابتن محمد حسين. هذه كرة الصين برافو عن طريق حسن طارق وفلاح يقسم له الكرة لا زالت حاضرة بالنسبة لصالح الوزارة والتصين. الصعد والكرة الصين الأمام توصل له فرصة للأمام لتصل عليه أول خطأ بالنسبة لصالح الشهيد. هذه كرة الصين الأمام. أنت يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني أعطى من أولاني مر بفرصة التصويب، ممكن التصويب باليسار يتصل عليها بعد ذلك قادمة ولا ماذا التصويب؟ حارس المرمى لا زال تركيز كبير على مستوى ابو حسين على بين يواصل التركيز كرة الصين لا سريعة توصل للأمام على مستوى خط الوسط، فيها المرور عطي يا عيني يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب. الكرة لا زالت حاضرة وصول للأمام إن شاء الله الصوت. هذه كرة الصين الأمام عن تمر في فرصة الأمر للأمام، بحث عليها من القادم التصويب حلوة بفرصة كانت الأقرب، بفرصة كانت أيها الزملاء الشمال عادل توصل الكرة لا تصل عليها سريعا للأمام. وصول التقدم التدخل بعد ذلك عن
طريق المدافع رايح للتماثلات بالنسبة لصالح أنوار البغداد. هذه كرة السيلان سريعة، فرصة الوصول عليه، هذا لف هذا مر، التدخل بعد ذلك سرعة الانتظار بفرصة التمرير لكن خاطئة، استعادوها من جديد. نعم كرة السيلان مضى على اليسار على اليسار على اليسار، لا طارق بفرصة كانت بأن تكون التمرير أفضل يا ولد. هذه كرة السيلان عن طريق علي، فرصة الوصول عليه علي محمد السلطان. ما يقولون من هنالك الابن على خطى الوالدين. بالنسبة لصالح كتيبة ولاعيبة فريق السيد عصام التصوير خارج أرضية الميدان، اللون السماوي، فرصة الوصول عليها للأمام، أمور ستصل عليها بالكرة وين بهذه المباراة صفرة ثم الخطأ ستصيب. من سيكون اللقب عليها بالتصويب؟ فرصة عليها بأن تكون للأسباطية. يا حلو، الفكرة كانت جميلة والتصويب كان يحتاج شوية حظ من أجل الوصول صفرة ثم الخطأ، كرة نفس سريعة ضالت أمامنا ولا زال حاضرا في قيادة المباراة على مستوى الملاعب المفتوحة، على مستوى الملاعب المحمودية اللي فيها الرياضية. نعم الدافع المعنوي والمادي تكلم عن طريق الإنسان. من هنالك علي نجم الكلام يخص بالرسالة والكلام بأن يكون الدافع المعنوي لجميع هذه الأزمة ولجميع الأندية الجماهيرية. واليوم طبعا حضوره كلش مميز، هو دافع معنوي للشباب في بطولة الشهيد البطل خضر كاظم. راح يحدثنا أكثر عن هذه البطولة في ملعب أسود الرافدين، طبعا بدعوة من الكابتن حسين عويد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والخلود للشهيد البطل خضر كاظم اللي على روح الطاهرة أقاموا هذه البطولة وهذا المهرجان الجميل، ونتمنى من الفريقين يقدمون مباراة تليق باسم الفريقين، مباراة على مستوى الناشئين. نتمنى منهم يكونون عند حسن ظن رؤساء فرقهم، وساحة أسود الرافدين من الساحات المميزة بالقضاء، لأن ساحة تلم كل الأنشطة وكل الأعمار، فنتمنى تكون مباراة جميلة تليق باسم الفريقين. وحضورك دائما أنا متابعك، يعني حضورك متميز، هو يعطي دافع معنوي لفئة الشباب. حبيبي الكابتن، احنا بخدمة الشباب والناشئين ورؤساء الفرق والساحات، لأن كلهم هم أخوتنا وأبنائنا، فإذا مو أخوتنا وأبنائنا فهم مقام الكل، أعزاء أصدقائنا دوم. فنتمنى هاي الفئات العمرية الاهتمام بها من خلال هاي الساحات ومن خلال النادي من خلال الفرق الشعبية، واعطاهم الدروس التربوية لا أكثر ولا أقل. اللاعب إذا بدأ على صح ينهي نفسه بشكل صحيح. أتمنى لك التوفيق حبيبي وأخويا كابتن سعد. حبيبي كابتن، ممنون منك، أشكرك على هذا اللقاء. شكرا. بحضور الكابتن المخضرم اللي خدم الأندية قاسم أبو حمراء، راح يحدثنا عن بطولة الشهيد البطل خضر في ملعب أسود الرافدين بدعوة من الكابتن حسين عويد. الكلام لك أبو حمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العلي العظيم. بدعوة من الأخ حسين عويد حضرنا افتتاح بطولة المرحوم خضر كاظم، بطولة تنشيطية للفرق الشعبية، تسقيط فردي للفرق، وإن شاء الله يعني يقدمون مستوى اللي يليق باسم هاي البطولة. احنا هاي البطولة والبطولات الباقية يعني أي شيء نسوي للشهداء فمن نوفي لهم، لو ما هم ما نقدر نوقف ولا نقدر نباوع. فاحنا نتمنى من اللاعبين ومن الكادر التدريبي من الاخوه المشرفين على هذه البطوله ان يساعدون ويا صاحب الساحه، يعني المنظم البطوله صاحب الساحه، يعني يساعد وياه على مود تنجح هاي البطوله. واحنا ان شاء الله احنا كنا داعمين هاي البطوله، واي بطوله صار بالقضاء كنا داعمينها ان شاء الله. طبعا احنا نشكر حضورك، دائما يكون دافع معنوي للشباب لفئه الشباب، بما انه انت خبره وهاي فتعطيهم دائما دافع معنوي النصائح اللي تخصهم في التقدم نحو الافضل. لا بالعكس كابتن، احنا خدام لهذا الجيل، لانه احنا جيلنا
خلاص بعد احنا لازم هذا الجيل لازم ندعمه بكل وسائل، ماديا معنويا، وان شاء الله احنا اول الداعمين لهذا الجيل ان شاء الله. أشكرك كابتن قاسم أبو حمراء. مساء الخير أحبتي المشاهدين، بدعوة من الكابتن حسين عويد وشقيقه حسين عويد في ملعب أسود الرافدين في بطولة الشهيد خضر، في ملعب أسود الرافدين في بطولة الفئات العمرية. طبعا احنا فرحين جدا بهاي الدعوة. شلون شاهدت قدوم الضيوف في بطولة شهيد؟ والله الضيوف يعني كلش يعني تنظيم حلو البطولة، واحنا اهم شيء هاي اللمة الحلوة والتنظيم الحلو. تكفينا شوفة الحج على نجم وابو فاطمة، اهلا وسهلا بهم كلهم. واحنا هاي البطولة سويناها على روح خضر المرحوم الله يرحمه، وان شاء الله نفيد هاي الشباب كلها. احنا من اجل هاي الشباب تستفاد، ونتمنى من المحمودية ان سوينا بطولة حلوة ومرتبة، وان شاء الله تجمع حال الشباب والمحبة ان شاء الله. كابتن حسن، هاي افتتاح اليوم، اكو مباراة اعرف يعني برا هذه المباراة؟ اي اكيد اكو مباراة وراها ان شاء الله اللعبة الثانية، بطولة من ضمنها افتتاح بطولة ثانية. اي افتتاح بطولة ثانية، الملعب الرافدين. طبعا انا كلش اليوم فرحان بحضوري هنا لان افتتاح جميل، واكيد تنتظرنا مباراة ثانية بالافتتاح. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. كل الهلا بك كابتن. حبيبي كابتن حسن.